ميرسي جدا. انا بس عايزه اقول مقدمه سريعه جدا ليه الضيفه دي ومش اي حد تاني. اولا يعني الاخلاص الشديد للسينما، ولان هي شخص ملوش ادنى علاقه بالسينما، يعني لا هي ناقده ولا صحفيه ولا مخرجه ولا منتجه ولا ممثله ولا تعمل وراء الكاميرا او قدامها باي شكل، لكن هي شخص مخلص جدا لصناعه السينما، وشخص بيتحمل على نفقته الخاصة انه يجوب البلدان العربية علشان يتواجد في المهرجانات السينمائية والتواجد في الندوات والتواجد في الافلام والفرجة عليها. فانا قابلتها بالصدفة في اكتر مهرجان سواء في مصر او في المغرب، ودايما بتفاجئ بيها ودايما بتبسط لما بشوفها وبتفائل وبحس انه لو في ندوة هترفع مستوى النقاش في الندوة دي، لو في فيلم هبقى في حد قاعد بيتفرج على الفيلم مش مجرد انه بيتفرج، لا قاعد مستمتع ومركز في التفاصيل وعنده كلام يقوله. هي شرفة شريف من المغرب، وانا عايزاك انت تقولي، انا قلت طبعا قدمتك بس انا عايزاكي تقولي انت منين جاي حبك للسينما ده يا شرفة، ومنين يعني عندك الاخلاص ده كله؟ أولا أشكرك يا بشرى على الكلام الجميل الذي قلته في حقي. وأنا فعلا شرفة شريف من المغرب. أنا في الأصل كنت مدرسة تاريخ وجغرافيا في الثانوي، وخرجت على التقاعد المبكر سنة 2006. حكايتي مع السينما تبدأ من السبعينات. أنا أعتبر في المغرب من جيل السبعينات، يعني الجيل الذي ناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وكنا نحمل الفكر اليساري لتحقيق المطالب الشعب المغربي إلى آخره. في هذه الفترة بالضبط بموازاة مع النضال السياسي كان هناك نضال ثقافي، فمن هنا مجموعة من الشباب أسسوا في المغرب وفي المدن المغربية ما يسمى بالأندية السينمائية. وكان النادي السينمائي في الرباط كل يوم أربعاء كان المشرف عليه الأستاذ نور الدين السايل والناقد الكبير سي محمد دهان، كانوا يعرضون في هذا النادي السينمائي أجمل وأشهر الأفلام السينمائية في ذلك الوقت. ثم بعد العرض مباشرة ندوة صحفية عن الفيلم، فيقومون بتشريح الفيلم، يعني المخرج، تاريخ الفيلم، الأداء، الإبداعات، الأدوات الإبداعية. فمن هنا ابتدت قصة حبي مع السينما، ومن بعد انشغلت بالدراسة والزواج والأولاد وكله. فلما خرجت تقاعد كانت رحلتي أول رحلة لمصر في 2003، رحلة سياحية عادية، جيت لكي أزور مصر وأتعرف على تاريخها وأثارها. فبالصدفة حضرت في الفترة التي كان يقام فيها المهرجان الدولي السينمائي بالقاهرة، فهربت من وسط القاهرة ومن السياحة ودخلت جوه المهرجان الدولي للسينما بالقاهرة. أول حاجة انثارت انتباهي هو التنظيم الجيد والحكيم لهذا المهرجان، أن في أكثر يعني عدد دول مشاركة يفوق 50، أن في سينما مختلفة، في مواضيع مختلفة، في تنظيم مبهر، أن الفيلم يعرض في وقته، أن الندوة الصحفية مباشرة بعد الفيلم. في ناس ممكن تختلف معاكي في الكلام. المهم هذه وجهة نظري بكل موضوعية، أنا هذه وجهة نظري في المهرجان من أول دورة حضرتها إلى هذه الدورة. فابتديت أحضر كمشاهدة عادية، ولكني يعني أعطي رأيي وقراءتي البسيطة، لأن كما تفضلت الأستاذة بشرى أنا لا ناقدة سينمائية محترفة ولا صحفية، ولا علاقتي بالسينما هي العشق والحب للسينما. فوجودي داخل القاعات أثار انتباه مجموعة كبيرة من النقاد، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر الدكتور الذي أقدره كثيرا، الدكتور رفيق الصبان، السيدة خيرية المنشاوي، وكثير بالشاوي، وكثير من النقاد. فكلهم بيقولوا لي أنت ناقدة سينمائية. أقول لهم لا يمكن أن أعطي، لا يمكن أن أعطي لنفسي صفة أنا لا أملكها، فأنا محبة وعاشق. ومن 2003 وأنا أحضر باستمرار وكل سنة في نفس الموعد، وإدارة المهرجان كتقدم لي كل المساعدات، بيعطيوني البادج البروغرام، أحضر الحفلات، أحضر الدعوات وكله. وأنا بالإضافة إلى حبي للسينما في مصر أنا محبة لمصر.
انا اول ما اجي لمصر اروح دار الاوبرا، اخذ البروجرام الشهري، احضر حفلات الموسيقى الكلاسيكيه، احضر حفلات الموسيقى العربيه، اخذ مركب واتفسح في النيل واستمتع، اشوف كم مسرحيه، اشوف مسرحيتين ثلاثه، اروح اشوف افلام برضو في القاعات السينمائيه خارج عن المهرجان، اروح كل ليله الحسين، أروح كل ليلة الحسين وأقعد في مقهى شعبي هناك، مقهى الحلواقي، وأشرب الشاي وأستمتع بالناس. فأنا عندي عشق وحب لمصر وللسينما ولمهرجان الدولي للسينما في مصر. وخليني أقول لك إحنا كمان بنحبك على إخلاصك، يا ريت كل الناس زيك في الإخلاص وفي تكبد العناء، عناء السفر والعناء المادي وكل شيء عشان تكوني موجودة جنب الحاجة اللي بتحبيها. أنا بستمتع وأكيد لازم تستمتعي، ولازم الناس كلها تبقى عارفة إن في درجة من الاستمتاع هم محرومين منها، محتاجين إن هم يقربوا ليها أكتر. طبعا انا بشكرك جدا وبشكرك على كرمك انها عزمتني اني اروح عندها في المغرب، عندها في البيت وكذا كذا مره، اكتر من مره. وبشكرك جدا يا شرفه، وبشكر طبعا اداره المهرجان قناه المهرجان انها بتتيح فرصه للناس انها تتكلم بره الاطار، بره الشكل التقليدي. لو سمحت يا بشرى، عايزه بس اقول حاجه في حق المهرجان، انني اقدم تحيه احترام وتقدير وإكبار لإدارة المهرجان الدولي للسينما في القاهرة، خصوصا في هذه السنة، في هذه الدورة 35، لأنه في خضم الأحداث التي تعيشها مصر، ومع ذلك أن إدارة المهرجان وعلى رأسهم الدكتور عزت أبو عوف الله يعطيه الصحة والسلامة، والسيدة الفاضلة المقتدرة الأستاذة سهير عبد القادر، على التنظيم الجيد وعلى احتضانهم لكل الضيوف وعلى التنظيم المبهر. وأننا هذه السنة خصوصا كمان الشباب الذين شباب، وانا اعتبر هذا عمل نضالي، هذا عمل نضالي يعني هذا بموازاة الشباب اللي موجودين في التحرير يناضلون من اجل الحريه والعداله. في برضه كتير من الناس مش في الصوره، مش واضحين، ما بيطلعوش على المسرح، منهم حتى الناس اللي بتعمل البرنامج ده، الناس اللي ورا الكاميرا اللي واقفين، في ناس كتير، والشباب يعني اللي بياخد باله من الضيوف، والشباب المنظم بالحب وبالعمل وموجودين، والشباب اللي بينزل بيروح المظاهرات ويجي يكمل شغله في المهرجان. ألف تحية وألف إجلال وإكرام لإدارة المهرجان والمصر كلها، وإن شاء الله يا ربي يهدي أموركم، وإن شاء الله نشوفوا مصر كما نحبها وكما يحبها العالم كله. شكرا شرفة، ميرسي، وكل سنة طيبين بمناسبة الدورة 35 من مهرجان القاهرة السينمائي سنة 2012. في خضم الأحداث أقيم المهرجان، وإن شاء الله يظل يقام في السنين القادمة إن شاء الله. كانت معاكم بشرى.